أخبار بطولة. يتجه نادي الرجاء للإعلان عن التعاقد مع اللاعب شرارة بعد اجتيازه الفحص الطبي، واللاعب متواجد بالدار البيضاء. كذلك سبق الإعلان عن ماتيوس واجتياز أيمن برقوق الفحص الطبي اليوم والإعلان عنه. كذلك اللاعب ووكيله متواجد بالدار البيضاء. تشترط إدارة الرجاء الاستفادة المالية قبل الحسم في إعارة اللاعب المشخشخ، وتقدم أسفي بعرض الاستفادة من خدمات اللاعب. حسب الصحافة التركية فاللاعب وسام بن يدر حصل على الموافقة لفسخ عقده مع الفريق التركي سكاريا سبور، مشيرة لتنازله عن بعض من مستحقات لإتمام الفسخ ليصبح بذلك مسألة وقت قبل التوقيع للوداد. توجه نادي الوداد إلى قطر لخوض معسكر تدريبي، وغاب عن البعثة كل من الحارس يوسف المطيع والجديدي واللاعب حمزة الساخي وأرتور، وهم الأقرب للمغادرة، إلى جانب تومين سونغ الذي سيتجه إعارة لأسفي، والمدافع بارت الذي يدرس عدة عروض، بينما الزمراوي إلى اليوم لم يحدد مصيره بعد، مع وضع إمكانية إعارته لأسفي أو الفتح. توصل رئيس الوداد وأسفي إلى اتفاق يقضي بانتقال رحول إلى الوداد في ميركاتو الصيف المقبل وبقائه مع أسفي إلى نهاية الموسم. يحاول منظمو الدوري بين الماس والرجاء والقطيف والزمامرة البحث عن حل في الأيام المقبلة بعد تعذر إجراء الدوري بمكناس بسبب عدم جاهزية الملاعب وعدم الحصول على ملعب فاس الذي سيحتفظ به الكاف إلى نهاية البطولة رغم عدم استقبال أي مباراة في الأدوار المتقدمة.